السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية الملوك في المنام أو الأمراء في المنام. وحابة أذكركم إن تفسير الأحلام ما هو إلا اجتهادات، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ورؤية الملوك كما ورد عن تفسير الإمام ابن سيرين، فده بيدل على رؤية الملوك أو الأمراء، بتدل على علو الشأن والمكانة لصاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية. والرجل المتزوج اللي بيشوف في منامه إنه هو بيخالط الأمراء أو الملوك، أو إنه بيتعامل معاهم أو بيذهب ليهم، فده دليل على علو شأنه ومكانته بين الناس. ولو كان منتظر ترقية فده بيدل على ترقيه في العمل وحصوله على منصب عالي، وحصوله على منصب هيكون ليه جاه وسلطة عالية ومسؤولية كبيرة. والله تعالى أعلى وأعلم. والمرأة المتزوجة اللي بتشوف في منامها الملوك والأمراء، فده بيدل على انتقالها من حالة لحالة أحسن بأمر الله تعالى، وعلو شأنها ومكانتها بين الناس هي وأسرتها، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية المرأة الحامل للملوك والأمراء من الحاجات اللي بتدل على إن جنينها إن شاء الله هيكون من الأشخاص أو من الأفراد اللي ليهم مستقبل باهر، وهيكون من علية القوم، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية الملوك والأمراء في منام العزباء والأعزب بتدل على ارتباطهم بأشخاص من زوجاه ومنصب، وكمان هيكونوا ليهم مكانة عالية بين الناس، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية الملوك والأمراء في منام المطلقة والأرملة بيدل على ارتباطها بشخص من أش- من ال- أو ارتباطها ب أو ارتباط أبنائها بأشخاص أو بناتها بأشخاص من الناس ذو الجاه والمنصب وعلية القوم. كمان حابة أقول إن رؤية الملوك والأمراء والملوك والأمراء وغيرهم من الناس من علية القوم بتدل أيضا على سعة الرزق، وبتدل أيضا على تيسير الأمور المتعسرة، وكمان فتح أبواب رزق كتير جدا ومال كتير ورزق كتير هيجي لصاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية. وخصوصا لو شاف إن الملك بيضحك له أو الأمير بيضحك له، فده بيدل أيضا على حل جميع المشاكل اللي بيعاني منها، وخصوصا لو كان بيعاني في مشاكل في العمل، والله تعالى أعلى وأعلم.